السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة رز بالخلطة بالكبد والقوانص. ازاي نعمل رز مفلفل ريحته جميلة وطعمه جميل احلى من اللي بناكله كمان في المطاعم؟ وايه هي الخطوات اللي تخلي الرز يطلع معانا حلو ومفلفل وطعمه تحفة؟ لو اول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة دي التوابل اللي انا بستخدمها في الوصفة. عندي الملح والفلفل، كفاية قوي معلقة صغيرة من الفلفل، وكمان القرفة مهمة جدا في الوصفة. القرفة هتكون معلقة كبيرة، كمان ورقتين او 3 لورا، وقرنفل 3 أو 4 من القرنفل. ودلوقتي لو عندي اي مكسرات هستخدمها، انا بصراحة عندي فول سوداني فهستخدمه وهيطلع حلو جدا. وكمان الزبيب هنقعه حوالي نص ساعة في المية او 5 دقايق لو هستخدم مية سخنة. نيجي بقى للسكر، معلقتين كبار سكر. انا بستخدم معلقة سكر لكل كوباية رز، وانا هستخدم كوبايتين رز في الوصفة. اول حاجة هنزل بالسكر في الحلة عشان يتكرمل، وهنزل عليه بمعلقتين مية اسيبه يتكرمل وياخد لون. دلوقتي انا بحرك كل شوية في السكر عشان اتأكد انه اتكرمل ولا لا. كل شوية بقعد اقلب فيه اتأكد انه اتكرمل ولا لا. وهنا بدأ ياخد لون. دلوقتي السكر بدأ يتكرمل، انزل دلوقتي بالمية، والافضل لو مرقة حمام، فراخ، لحمة، لكن المية تبقى كويسة جدا، خلي الطعم كويس جدا. انا هستخدم رز عادي، فلكل كوباية رز هستخدم كوباية وربع مية. اقلب كويس، واول ما المية تغلي هنزل بمعلقة سمنة، هنزل بالزيت، وده مهم جدا عشان الرز ما يعجنش. وكمان هنزل بالتوابل، الملح والفلفل والقرفة وورق اللورا والقرنفل. ودلوقتي هنزل بالرز، اقلب كويس جدا، وهعمله معاملة الرز العادي. اسيبه اول ما يبقى بالشكل ده هبدأ احطه على نار هادية جدا واغطي عليه. شايفين شكل الرز حلو جدا، ولما تدوقوه هتنبهروا من الطعم الحلو. دلوقتي انا هحمر الفول السوداني، وانا هحمره في سمنة، واول ما تبدأ تحمر شوية هنزل عليها بالزبيب. ياخد تحميرة بسيطة ومش هياخد وقت خالص. ده بقى شكل الرز بالخلطة بتاعي، جربوه واحكموا عليه من طعمه، هيعجبكم جدا. تعالوا نعمل الكبد والقوانص الخطيرة جدا، وبجد اعتمدوها لانها طعمها حلو وفعلا هايلة. اول حاجة توابل الكبد والقوانص، عندي الملح، وكمان معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة كزبرة ناشفة. والكزبرة الناشفة ضرورية جدا في الكبد والقوانص. كمان عندي نص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من القرفة، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل أو الزنجبيل. نقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. وطاسة على النار فيها زيت، أنزل بالكبدة عشان تتشوح. بعد كده هبدأ أنزل بفص ثوم مفروم، وكمان دلوقتي هنزل برشة فلفل اسود عشان ريحة الزفارة. اقلبهم كويس جدا مع بعض، وافضل اقلب لحد ما الكبدة تاخد لون بالشكل ده.
بعد كده هشيل الكبدة، وفي نفس زيت الكبدة انزل بالقوانص والقلوب، وعليهم انزل برشة فلفل اسود، وكمان هنزل دلوقتي بفص ثوم مفروم. اشوح بقى القوانص والقلوب على النار. بعد كده هنزل ببصل مبشور، حوالي بصلتين او 3 بصلات. اقلب البصل كويس جدا لحد ما البصل يدبل كويس جدا مع القوانص والقلوب. ودلوقتي انزل بالمية عشان القوانص والقلوب بيستووا فيهم. انزل كمان بفلفلة حر انا مقطعاها قطع صغيرة جدا، اللي مش عايزها عادية دي اختياري. وانزل دلوقتي بالكبة تاني في الطاسة. بعد كده هنزل بكل التوابل اللي عندي. كمان هستخدم فلفل الوان بيدي شكل حلو جدا للاكله. ودلوقتي هنزل بمعلقه صغيره او اقل من جوز الطيب، ومعلقه كبيره من دبس الرمان. لو مش موجود دبس الرمان خلاص مش لازم. دي بقى الكبد والقوانص اللي احنا عملناها. بص شكلها حلو جدا ازاي بجد، وطعمها خطير. نكمل بقى الطبق بتاعنا عشان يبقى احلى رز بالخلطة بالكبد والقوانص. اعملوا الوصفة واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. انا متأكدة ان شاء الله الوصفة هتعجبكم. لو عجبتكم اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوا قناتي. اشوفكم على خير بإذن الله بأكلة جديدة. مع السلامة.